بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ان شاء الله راح نديروا نوع من انواع الكسكس في الجزائر ولا في الجزائر. الكسكس هذا نسموه الكسكس، نسموه الطعام، نسموه النعمة، نسموه البربوشة، يعني عنده بزاف الاسماء في الجزائر. وبالقباليه يقولوا له السكسو، يقولوا السكسو، ما يقولوش الكسكس، يقولوا السكسو. المهم هذه هي التسميات تاع الكسكس ولا تاع الطعام في الجزائر. اليوم راح نديروا نوع من انواع قلت الكسكس. هذا النوع هو وحيد وفريد من نوعه، هو بنين 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 بنين، وما نلقاوه في حتى بلاد، نلقاوه غير في الجزائر. هذا النوع تاع الطعام هو طعام، ولا هو شويه تاع الكسكس مع تشكيله تاع الخضره، يعني مجموعه تاع الخضره. كل واحد يدير واش يحب، كل واحد يدير واش يحب. ولقينا هذيك المجموعه كامله تاع الخضره راح يكون مليح مليح مليح، ويمشي بالزيت الزيتون. هذايا الكسكس هو قبائلي، هو قبائلي تاع جهه القبائل، تاع جهه القبائل، ماشي المسفوف. ما اسموش المسفوف، واسمو افورو، واسمو افورو لانه قلت هو من تاع القبائل. كاين بحالو تاع في الجزائر جهات المسفوف، السفه، يعني كاين انواع. اليوم المهم نهضروا على هذايا. اول حاجه واش ندير، نروح نغسل هذا الطعام. انا دائما الطعام تاعي نغسلو، عمري ما نسومو. واش معناتها تسوموه معناتها ديروا الماء وفيه وتخلوه ينشف. لا انا ما نديرلوش هكذا، انا نغسلو. هذايا طعام مشري، هذا الكسكس مشري. بصح نتوما نعطيكم تدبيره. اي وحده تشري الطعام لاول مره، يعني عمرها ما جرباته، واش دير؟ تحكم كاش غرفيه صغيره هكا ولا طويس صغير، ولا المهم حاجه صغيره، دير فيها شويه وتغسلها وتخليها تنشف. اذا شفت هذيك الشويه هذيك نشفت وما صار لها والو، ما تعجنتش، معناتها هذا الطعام مفور، لازم يتغسل. يقدر يتغسل، ماشي لازم، صح، يقدر يتغسل. اذا شفت هذيك الشويه اللي درت لها الماء تعجنت، تعرف بلي هذا الطعام ماشي مفور. واش دير له؟ دير له الزيت، دير له شويه تاع الزيت، تحطوه يفور، من بعد تغسلو. المهم هذه التدبيره كنت مديتها في اول فيديو تقريبا اللي درتو كيف تحت القناه. دوك انا نروح نغسل هذا الطعام. شوفوا هذه حطيتها قباله هنايا على جر هاد لافابو. هنايا ما نغسلو فيه يدينا، يعني كل يوم ما نغسلو فيه وجهنا ما والو، يعني هذا تاع غير الماعن والماكله برك، ماشي والخضره. بعد ما تغسلوه، شوفوا غير تغسلوه، انا شفتوني صفيته في الصفايه. زمان ما كانوش يصفوا في الصفايه، الاغلبيه كانوا يديروا هكا بيدهم، يديروا هكذا الجفنه، كانوا يغسلوا في الجفنه. الاغلبيه، كاين استثناءات، كاين البعض كانوا يغسلوه في كاش حاجه ويديروه في كسكاس، بصح الاغلبيه كانوا يغسلوه في الجفنه ولا القصعه ولا السعفه. ومن بعد تيك يطلعوا الطعام منا ويبداو ينحوا الماء هكا بيدهم. دوك احنا نديروا في حاجه صغيره وصفيت في الصفايه وخلاص. قباله كي تغسلوه، قباله جيبوه حطوه في الجفنه وحلوه، ما تخلوهش هكذاك مطموم، على جال كاين الطعام اللي يشرب بزاف، ومن بعد كي يشرب بزاف ييبس هكايا، يجيكم صعيب كي تحلوه، ويقدر ساعات حتى يوجعكم في يدكم. حلوه قبل هكذا، حلوه وما تخلوش الطعام هكذايا ينشف، هكذا يشد وقت طويل باش ينشف. واش ديروا له كي تحلوه؟ ديروا هكا في الجنب ينشف بالخف بالكثره. اذا كنتو مزروبات ولا مزروبين، حتى كاين رجال تاني يطيبوا هكذا. ها ان شاء الله هاكو تشوفوا هكا. ديروا الطعام تاعكم كامل في الجنب، لا هكا يعني. المهم تجمعوه هكايا وخلوه بالخف ينشف. هاوليك بعد ما خليته نشف، راني درت القدره، الماء في القدره باش يسخن ولا يغلي.
حبيت نقول لكم واحد الملاحظه. كي طيبوا الطعام دائما سواء الطعام هذا المسفوف ولا هذا افورو ولا اي نوع من تاع الكسكس، دائما اول حاجه ديروها هي تغسلوا الطعام وتخلوه ينشف باش تربحوا الوقت. شوفوا لا دخل هذا داخل الطعام راهو نقي. الحاجه طويله في الخدمه شويه صعيبه، بصح التصوير الله غالب. قلت لكم كي طيبوا الطعام دائما اول حاجه ديروها هي تغسلوا الطعام، ماشي تروحوا تدوزنوا القدره ولا باش تجوا تغسلوا ومن بعد تحطوها طيب باش تغسلوا الطعام. لا غسلوا الكسكس ديالكم، من بعد اروحوا تدوزنوا ولا تنقوا توجدوا الخضره ولا توجدوا اي حاجه هكذا تربحوا الوقت هو وينشف، وانتوما راكم توجدوا هذاك الشيء الاخر ومن بعد تحطوه يفور باش يجوا سوا باش ما تغلبكمش. ومن بعداتك هذيك المرقه تنشف لكم المرقه وانتوما مازال ما وجدتوش الطعام. هنايا عندي 500 غرام تاع الطعام، عندي نص كيلو، عندي رطل تاع الطعام، طعام متوسط كسكس متوسط، نص كيلو 500 غرام رطل. دوك انا نحطو يفور، ما ندير له حتى زيت، ما نديرلوش الزيت. انا نشوفهم في القنوات يتخخوه بالزيت، يعمروه بالزيت هذا الكسكس ومن بعد كيجي يقهم يديروا له دوك الزيت ومن بعد كيزيدوا يجوا يفوروه مره ثانيه يديروا له الزيت ومن بعد كيجي يحطوه يطيب يدهنوه. هذا الطعام يجي يقهم، تصدقوني ما يجي لا بنين لا والو، يجي يقهم. انا ملي نعرف روحي ملي شتي الله يرحمها ما ديرلوش الزيت هكذا، تحطوه قباله يفور كي نحوه بالفوره اللونه ومن بعد نديروا له شويه زيت ونديروا له شويه ماشي يعني نغرقوه. نجيب الكسكاس شوفوا يا البنات ما نهضرش على الكبارات المفروض هما يعرفوا هذا الشيء. ما تحطوش الكسكاس فوق البوطاجي كي تجوا ديروا الكسكس ولا الطعام، ما تحطوش فوق البوطاجي، يا اما تحطوه هكذا في الجفنه ولا ديروه في طبيصي، ديروا هذا حطوه في طبسي وفرغوا الطعام ديالكم. نشوفهم يحطوه فوق البوطاجي ويفرغوا الطعام، هذيك كي تفرغوا الاولاني راح يسيح في الارض، راح يسيح. والطعام عمركم ما تدكسوش، حطوه هكذايا باش يحبط خفيف باش يفور بالخف. هذا الكسكاس تقدروا تدهنوه من تحت بالزيت لاشتوه يلصق، هذا يسموه الكسكاس، ولا ما تدهنوش بالزيت ومن بعد كي نجيو نديروا له الماء نفرغوا الماء على الطعام ولا على الكسكس وهو داخل الكسكاس. المهم هذا يسموه كاين اللي يسموه القفال وكاين اللي يسموه القفاله، حنا يسموه القفاله ما نكذبش عليكم، نديروه بالتانيث قفاله. هذه طريقه قديمه بالتشليقه ولا بالكتانه. كاين اللي دوكاتيك ولاو يديروه بهذاك البلاستيك يدوروا عليه البلاستيك. انا شفت البلاستيك كل مره ما نجي ندير نحيه نعاود واحد اخر، ما ندير رجعت للتشليقه وخلاص. كي بدا يخرج هذا الفوار ديالو تحسبوا له على الاكثر 20 دقيقه، يعني ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه هكذا باش يفور مليح، يعني ماشي 5 دقائق ولا تشوفوا غير بدا الفوار طلع تقولوا خلاص او فار. لا كي يبدا يخرج هذا الفوار احسبوا ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. هاوليك بعد ما فار الطعام ديالي ندير له الملح ونفرغ عليه الماء. ها شوفوا ما يلصقش هكا كيديروا الماء في الكسكاس، وإلا درتوا له الزيت من الاول معليش. ثاني نعاودو نطموه هكذايا في الجنب ونخلوه حتى ينشف ومن بعد نشوفوه لا مليح الماء ولا مخصوص الماء، ونديروا له ثاني شويه تاع الزيت. عندي هنايا شويه تاع الفول، نحط الفول يفور خاطش الماء راهو يغلي لي، ومن بعد نوري لكم الخضره الاخرى اللي راح ندير. هذا الفول ندير له شويه الملح ونحطوه هو الاولاني على جال الفول يشد شويه الوقت اكثر من الاخرين في التفوار. علاش انا درتو هكا طويل؟ على جال ولادي ما يحبوش هاد القشره تاع الفول، باش من بعد نقدر تبالي ونقدر نحيها. نتوما لا تاكلوه يعني لا ياكلوه كامل، قطعوا هكذا، نقطعوا هذا الفول صغير 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 ولا نديروا غير الحبات، المهم هذا على هذه درتو انايا طويل، المفروض نقطعوا صغير صغير باش هكذا ومن بعد يبان لي ونحيه. ندير له شويه الملح ونحطوه يفور. تحطوا الفول في الكسكاس كما قلت لكم، وإلا حبيتوا تربحوا الوقت وتربحوا الغاز وكامل ديروه اللي عندكم كوكوطه هكذايا، هكذا هادوما هذه اللي يجوا في الكوكوطه
انا ديالي هديه صغيره ما ترفدليش الخضره كامل، على بها راح ندير غير الفول. اذا عندكم نتوما هاد الطبيسيه هذه كبيره ديروا فيها كلش الخضره فوق هكذا بالخف توجد لكم. انا دوك ندير الفول برفقتكم خاطش هذه صغيره، والاخرين نحطهم في الكسكاس يفوروا في الكسكاس هكذا، نغلقوا عليها بالخف يفور. هاي الخضره الاخرى اللي راح ندير انا مع الفول، عندي هنا الجلبانه، عندي هنا البطاطا، عندي هنايا الزروديه ولا السناريه، عندي اللوبيا الخضراء قطعتهم كاع صغار، ندير لهم شويه الملح، وعندي تاني زوج بصلات. دوك هاد البصله نقطعها كي يفوروا شويه هادوما نقطعها ونحطها باش ما تفورش هي بالخف تطلق روحها وليمه حتى يدخل لهم هادو شويه، ومن بعد ديك ندير البصله. الخضره نتوما احرار، كاين اللي يديروا تاني القرعه اللفت، انا القرعه واللفت ولادي ما يحبوهمش، صافي درت هادو ديروا على حسب واش يحبوا ولادكم واش ياكلوا ولادكم. دوك ندير لهم الملح ونحطهم يفوروا. الملح تاني على حساب، تاكلوا الملح بزاف ما تاكلوش بزاف. تقدروا تخلطوا كلش وتحطوه يفور، ولا تحطوا هذا حاجه من تحت وحاجه من الفوق كيما حبيتوا. انا برك حطيتهم هكذا. هذه الجلبانه كنت مجمدتها. هاي ديك البصله بالك وتقولوا ما يجيش مليح بالبصله، انا هذا افورو هذا علمته لي وحده كانت تقرا معايا في الليسي، هي قبايليه متيزي وزو هما اللي يديروه، صاحبتي وزو هما اللي يديروا افورو، وكانت قالت لي كاين البصله، تاكدوا بلي تجي البصله تعطيه بنه. راكم شفتوا الطعام ديالنا بعد ما فورناه التفويره الاولى ودرنا له الملح والماء خليناه ينشف. دوك في الوقت اللي هو يكون ينشف حنا حطينا هذيك الخضره ديالنا راهي تفور هكذا باش نربحوا الوقت. دوكا ديك كي نشف ليها الطعام نحلو وندير له الزيت باش كي تفور الخضره نزيد نحطو يفور الفوره الثانيه. شوفوا شحال ندير الزيت، غير شويه ماشي بزاف. هذا دوكا الزيت نديروه باش يتفرق الطعام باش ما يولي ما يلصقش، هذا ما كان ماشي باش ندهنوه. هذيك اللي نديروا له بزياده مع الاخر باش ندهنوه باش يجي رطب، بصح دوكا ديك هذا الزيت غير باش يتفرق، هادو الحبات يتفرقوا كي نحطوهم يفوروا وما يجيش معجن، هذا ما كان. هاوليك بعد ما تفوروا الطعام الفوره الثانيه وتجيبوا الخضره هذه اللي فورناها وندير نخلطوا هذه مع هذا. انا دوك هذا ما حتى نحي شويه من هنايا على جال كاين في ولادي اللي ما يحبش هذه الخلطه كامله، نحي له شويه الطعام وبعد نخلط هذه مع هذه وندير له الزيت ونسقو مع اللبن دوك نحل هذا الطعام ونعاود نولي. راني نحيت شويه تاع الطعام. دوك هاتيك نتوما واش حبيتوا تكثروا الخضره وديروا الطعام غير شويه. هادو اللي كبار ما ياكلوش بزاف العجاجن يكثروا الخضره ويديروا غير شويه طعام، واللي صغار معليش. دوكا ندير الزيت، هذا زيت الزيتون، اللي ما يحبش زيت الزيتون يقدر يدير السمان ولا الزبده، ولكن هو الاصل ديالو راكم تعرفوا القبائل يديروا بزاف زيت الزيتون في الطعام تاعهم. هذا هو افورو. دوكا تيك نسقيه. وبرك حبيت نقول ملاحظه من قبيله كي حطيت هذاك الفول في الكوكوطه ندير لها الماء من تحت ماشي نحطها هكذاك ناشفه ونغلق عليها ونخلي هذاك الفول يفور. هذا هو افورو. ان شاء الله اللي ما يعرفوش يجربوه وصدقوني بنين بنين بنين. هذا نوع من انواع الكسكس في الجزائر. تعرفوا بلي الجزائر فيها اكثر من 300 نوع تاع الكسكس ولا الطعام، هذا واحد منها وهذا بنين. وزيد هذا راكم تشوفوا طبق كامل متكامل، يعني فيها طعام النشويات وفيه الخضره. اللي يحب يزيد له حبيبات تاع البيض يقدر يتكل باللبن. كاين اللي ياكل طريقه يجوز يعني يرفد بالمغرفه الطعام ويجوز معها اللبن، وكاين اللي لا يدير الطعام في الطبسي ويسقيه باللبن، يعني يفرغ اللبن على الطعام وياكل. المهم كل واحد وطريقته في الماكله. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه ونقول لكم بقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله ويا منعش.